اللاعب المغربي سفيان أمرابط كيتنافسوا عليه اقوى الانديه الايطاليه. الجميع كيتساءل شنو هي الخطوه ديال سفيان أمرابط من بعد الخروج ديالو المؤكد من مانشستر يونايتد. واش غادي يرجع لنادي فيورنتينا او غيمشي لشي دوري اخر او نادي اخر؟ هذا السؤال هذا كشفت عليه تقارير صحفيه ايطاليه واللي اكدت على ان سفيان أمرابط جاو اهتمامات كبيره من احد جوج الانديه الكبرى في ايطاليا. النادي الاول اللي غندوي عليه هو نادي يوفنتوس الايطالي، والنادي الثاني هو نادي ميلان الايطالي. المنافسة حاليا كتدور بين نادي ميلان ويوفنتوس حول ضم سفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد الحالي والمعار من صفوف فيورنتينا الإيطالي باش غادي يتعاقدوا معاه خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأيضا كما قرر مانشستر يونايتد أنه ما غاديش يفعل بند الشراء في عقد اللاعب صاحب 27 عام. بالنسبة لقيمة العقد ديال سفيان أمرابط مع نادي فيورنتينا هو 20 مليون يورو. للذكر فقط أن سفيان أمرابط لعب مع نادي مانشستر يونايتد تقريبا 22 مباراة واللي كان أداء متوسط ولا بأس به. كان جيد في بعض المباريات وكان سيء في بعض المباريات، ولكن هذا الشيء ما كينقصش من القيمة ديالو كلاعب خط وسط محوري ناضي. في نظركم نتوما شنو هو الاختيار ديال سفيان أمرابط؟ واش غادي يرجع لنادي فيورنتينا أم غادي ينتقل لأحد الأندية الإيطالية إما ميلان أو يوفنتوس الإيطالي؟ ما تنساش تقول لنا في التعليقات الرأي ديالك واش بان لك في هذا الموضوع. كان معكم بوحمل نيوز، ولا تنسى فأنت مصدرنا الأول.